الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هم جاشنا فيدي قوتي المسألة الثانية. أنكو مسألة دوي: الماء الذي تحصل به الطهارة أو آفاكو فاقجي بي بيداد بيتن. يعني أو كيش آفا أوكو مروف شيتن خابي باقش بكتن. قوتي الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به. قوتي پاقجی محتاجی تشکیه که مروف خواهی پاقش بکن. نکه اگه دبیشن از پاقش بیم تو چه پاقش بیم ماند و تشک هبیتن او تشته تو پاقش کربه باشه. قوتي يزال به النجس او تشته مروف پاقشت کد ویتن یواسا بیتن پیساتی پی راب بیت ويرفع به الحدث وبدس نویجی یا مظنو یا بچیک پی راب بیت او چه تشته قلت وهو الماء او جئافة. والماء الذي تحصل به الطهارة قلت او آفاكو پاقجی پی پیداد بیتن يعني بوي آفا مروف شیتن خا پاقش کتن قلت هو الماء الطهور او آفا يا الطهور بيت. شني ديتن معنى الطهور بوتا بيشتن فش معنى طهور؟ قلت وهو الماء الطهور آفا هنيا الطاهر في ذاته المطهر لغيره. او آفا او بخيا باقجة او بخيا باقجة النفدائية خدا وغير خجي باقجة كت. يعني آفا كا او بخيا باقجة نيا بيسا وشيتن تجي باقش كت ما آفا هو ساكيش كا قلت وهو الباقي على أصل خلقته. أفا أو آفا أواكو وقتهات يا تشيكرن كايا چوابي نكجيا وصحي نرنجوي نبيناوي نطاماوي نهاتيا قفري. أي معنى وشيا على صفته التي خلق عليها. يعني أف آفا هني هشتا يال سروي سالو خاتي وي صفتي أويكو أول سالهاتي شيكرن سواء كان نازلا من السماء بجا شاف آفا هني هات بيتا خارج عسمانا كالمطر وكي آفا بارانا وذوب الثلوج او آفا اشحليانا بفري چد بيتن والبرد او آفا اشحليانا ججلوكا چد بيت ججلوكا دي حالي دي بيتا او او جاريا في الارض انجي آفا كالسر عرديت شيتن كماء الانهار وكي آفا ربالا والعيون ويا كانيا والآبار وآفا بيرا والبحار وآفا بحراء. لقوله تعالى اجبال قدنا رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء. ورب العالمين السرها والتيني تخارج السماء يعني السحاب الشعورات تيني تخارج ماء آفا ليطهركم به دهوا بباقش بكتا. ولقوله تعالى جبال قلنا رب العالمين وأنزلنا من السماء ماء طهورا. رب العالمين قد مش عسمانا إنا خالي آفكا طهور الفيرس عكني رب العالمين بوشينا قد ماء طاهرا آفكا باقش بوش قد ماء طهورا چونكي ما قد فرقنا بين هردو كده أفيا طاهر يا باقشة بس معناه أفنين تجي باقش كيتن بس طهورا أنكو يا باقشة جي وغير خاجي باقشة كيتن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وجبال قلنا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام اللهم اغسلني من خطاياي. يعني يا ربي تو من بشو اش خلتيت من بچ من بشو بالماء بآوي والثلج وبفري والبرد ورصا بججلوك. ولقوله صلى الله عليه وسلم
عن ماء البحر وجبر قلنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام درباره آوا بحره قلتي هو الطهور ماؤه هنديك بحر آواوي باقجة الحل ميتته مرار حلال اوجی الویده که تو صح که پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام ایکش اسلوب توی بی وقت ابو موسی اشعری الویده بسیار جای کریم و گوتیه وقتی که بسیار جای کریم و گوتی ای قاصد خدا امد چینه سفر بحری ده و گوتی آوا شرین یا دیلمه یا وخارنه ام دیل خود بین بس آوا بحری بکر وخارنه نه یا سیره گوته کنه اگر ام آوا و خارنه دست نویجه بشو اینده محتل بین بس بومد درسته ام آوا بحری دست نویجه بشوین اینا پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام چه گوته؟ گوته درسته چونکه هنده که آوا بحری یا طهوره یا پاقجه و غیری خواجی پاقجه کرد دسته که زیده جی گوته مرار ویجی حلاله اسلوب پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دائما اگر اگه بسیار جیکر با داوی معلومات داته و اگر تشکی دیگری دای بسیار و با معلومات کازیده او جی بوروند کرو دیارت کر ولا تحصل الطهارة بماء غير الماء عندك باقجية بجهنائتا بآوكش بلي آوي صحكي يعني آوك هبت بس ناوي آوي السر نما بيت عندي ناوي آف بيت درسته باقجة بس هر وكي هر قاوة كناوي هاتا قهورين هنجي باقجي بيچينا بيت قوتي كالخلي وكي خلي اوهانه يا باقجة بس غيري خوب باقش ناكد والبنزيني وكي بانزيني والعصيري هروصا عصير شربة والليمون وليمون حامضة وما شابه ذلك وهندي تشتكي وكي فانها بيتان وكي أو ماستي لقوله تعالى أجبل قلنا رب العالمين فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني اگر هاتو هوا آف ندید تيمم بكن تيمم كچوا تيمم بالصعيد بكن صعيد ما قلت الري عردية ري عردد بين الصعيد هين تيمم بالري عرد بكن طيبا يا باقجة فلو كانت الطهارة تحصل بماء غير الماء بشن اگر باقجيب آوه كي چه بباش بلي آوه لنقل عادم الماء إليه يعني دا أفكو آف بدسنت كف دا إتا فقوهاستن بوي آف ولم ينقل إلى التراب نتها تفقوهاستن بو آخي يعني الفير رب العالمين ندقوت أجر آف بدسنت كف بلا بشيت بآخي تهمم بكت نا دا بيت أجر آف بدسنت كف بلا بآف ماسي دسن ويجب شد بلا بشربت دسن ويجب شد بلا بچاي دسن ويجب شد دا بشه بس الفير بمديار بيتن و غير آوه تشتكي إنساني باقش ناكتن لو ما قلت اگر آف نبش نيكو وجا نقل بي آخي المسألة الثالثة الماء إذا خالطته نجاسة قلت هنديك آوه اگر بيساتي اكتك هلي وي آوه بو فغيرت أحد أوصافه الثلاثة قوتي وجاوی پیساتی هنه ایکش وصف توی هر سه وصف توی گهوری باباری نخوره ایکش هر سه وصف توی گهوری ريحه رابي أفي بيساتي هنه بهناوي غوري أو طعمه أنجي طعموي غوري أو لونه أنجي رنجي في أوفي غوري فهو نجس بصانع اف آوهانه پیسه بالإجماع بكم اكدنجيا همي عالما همي فقيها همي فقه زانا
لا يجوز استعماله چنابتا به دبكار إينان فلا يرفع الحدث بجا أف آوهانه نبدس نویجی سرترات كتن ولا يزيل الخبث و بيساتي جيرانا كتن سواء كان كثيرا أو قليلا بجا شاف آوهانه جلي بيت آن كم بيتن آنجي او دشته چوان نوه آوهانه دای پیس چه گلک چو بیتن ناف دا آنجی کم چو بیتن ناف دا مادام اگش هر سه وصفه توی گوهوری هنگی او پیس بی اما این خالطته النجاسه اما اگر پیساتی ای چون ناف دا ولم تغير احد اوصافه وتشو وصفه توی نه گوهورین فإن كان كثيرا لم ينجس اگر جلي بيتن او آف جلي بيتن او آف بيس نابت وتحصل الطهارة به ودرسة خابي باقش بكي وأما إن كان قليلا أما أجر هاتو آفكا كيم بيتن فينجس دي بيس بيت ولا تحصل الطهارة به وباقجي بي چنا بيتن وحد الماء الكثير وام دي چوازان حدوش چنده حتی چند دی بیتن چند لیتر بن چند بیتن ام دزان اف آوا پاقجه و چند کم بی دزان گلک چند کم بی دزان کمه گوتی ما بلغ قلتين فأكثر هر آوکا قلتين هبید دو قله و پتر او آف آوکا او آف آوکا چویه یا پاقشه هر آوکا دو قلت هبن پیساتی بکه بیدن ناو جیدا هنگی هر پاقشی به چد بیدن قلتين چنده بگاوه علمات بجن القلة يعني هي الجرة هي جركه كيه نزيكي صدو 6 لیتر نیوه صدو 6 لیتر نیوه هر يعني هر قليك صدو 6 لیتر نیون صدو 6 لیتر و نیون آنکو دبیتا 200 6 دبیتا 321 لیتر تهبن اف آبهانه هنگی اگر پیساتی کفت ناف جیدا ده هر یا باقش بید گوتی بشینی گوت والقليل وده شوازان اف آوک کمه گوتی ما دون ذلك اگر بن 321 لیتر دابید والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور هنديك آذا يا طهورة ودرسة بخين الطهور لا ينجسه شيء شتشتك آذا بسناكت شتشتك آذا وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتين لم يحمل جهز هنگی پیساتی نهل گرید آنکو پیس نابید المسألة قلتي الماء إذا خالطه طاهر أبدا بحثي آويكة اگر تشتكي باقش تكهلي في آوها نبيت الماء إذا خالطته مادة طاهرة اگر ماده که پاقش چون نف آوه کده که اوراق الاشجار وكي بلگ داره او الصابوني آنجي صابين بچیده نف آوه کده او الاشنان اشنان گوتی اوجی ترشاتیه که ترشکه دست به تنششتن اوه بشتن نف آوه که دا گوتی اوی سیدر آن سیدر بشتن نف دا بلگی داره که نه
سيدر جبال جبون هنده جبال جبون تاتنا بكارينان بو باقجي وكي صابين وشامبو نوكي أو غير ذلك من المواد الطاهرة أن غير فانجيش تشتت باقش ولم يغلب ذلك المخالط عليه يعني ولم يغلب ذلك المخالط عليه بشن افتشت هني ابت شو النف اوفي دا اف اوفا هني نجوري يعني بتر لنا هاتن شوي اوفي قلت فالصحيح انه طهور يدرست افيك واف اوفا هني هذه باقجة يجوز التطهير به درست او يجوز التطهر به درست انسان خابي باقج بكتن من الحدث والنجاسة اشبه دسنفيجي وبيساتيا لان الله سبحانه وتعالى يقول انجي قال وإن كنتم مرضى أجر هنا نسابا أو على سفر أنجي هنا السفر كبا أو جاء أحد منكم من الغائط أنجي إيش هواج دس آبكي هاتش قطاندنا هوجية فوات أو لامستم النساء أنجي هن نزيكي هفجين تخوبون فلم تجدوا ماء لامستم النساء أجر إنساع كان يشلمس هذا لامستم يشلمس هذا لمس أنكو دست كرن بجال verید بشن اگر هوا دسته خواه کرا جنکا معنوی دست نوش کرد بجال سر مذهب امام شافعی السر الظاهر افي آيات تشيتن امام شافعي السر الظاهر والسر بهي افي آيات تشيت بشن اف آياتان يا قوتي شا يا قوتي اگر هاتو مثلا این نساخ بن سفر جبن آنگیش هوا هوجایی خو قطان شو دست آبکی آن دسته خواهد که جنگه که وجه ها دا دست نویجه بشود آف ندید بلا تیمم بکتن معنوی دست کرنا جنه دست نویشت که بیتن مثل مذهب امام شافعی کو اول دي في آيات تشتم بس مفسر جمهور مفسرات بيجن لمستم النساء مقصد بالفيريشيا جماع انكو شنيكو فيجا بهتن دس دي رابطن سرقة شد آف ندید فلم تجدوا ماء آف دست نکه فتیمموا صعیدا طیبا تیمم بگیرن اب چه؟ اب ری عردی پاقش ده چه گن؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ريخة ودستخة مسحك فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي اگر این ساکنه آوه رب العالمين شو قد؟ قد فلم تجدوا ماء ولی قاعده که اللغة العربية بخار بجره قاعده که عربي هر قوة النكرة في سياق النفي تفيد العموم بخار بنويسه النكرة في سياق النفي تفيد العموم يعني هر قوة بيبك هات نكرة بيت الجهة نفي هات نفي كرنه هنجي معناوه بيبه یا یشتیه بحثی همی تشتگیه گوب که بیتد بنوه پیوه به ولی دبوتا نمونه دیار بیتد و رب العالمین چه گود فلم تجدو ماء ساکه نگود فلم تجدو الماء الف و لام ماء ونین اذن ماء الویرشیه نکیره نناسیاره گود بیجم کردی نکیره هوا آوک ندید نگود هوا آف ندید نه هوا آوک ندید وساكي السياق النفي ده هاتا انكو برا ما ايكش اداة النفي هاتا چي اداة النفي الفيري لم تجدوا هوا ناديت مانا نفي كر واف خاجي نكيريا اذا معنى اوف الفيري ده بجين عموما بحسي همي اوفاي فيعم كل ما همي اوفا بخوبات جريدا لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط شو فرقنا بين آوا صافي أو آوا تكهلي تشكي باقش بوي تكهلي تشكي باقش بوي ما قلت انك انت بعد دارات كفتن نافدا سيدرا صابينة مادام كي او تشتت شو النافدا بتر نبيش آوي ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته ورسش بر قلتنا پیغمبري عليه الصلاة والسلام وقتك قلت يا وانجنكا اوت رابوي دا كاري كي شوي بكن وقت مدي
قلت اغسلنها ثلاثا سجارة بشون أو خمسا أنجي بين جارة بشون أو أكثر من ذلك أن بترش بين جارة بشون إن رأيتن أجر هوا ديت هوجت كتن بماء وسيدر وچه دب چشون دب آوشون وبسيدره ما سيدر قود كانت شتشته وجعلنا في الآخرة كافورا ودمائي كي هندي كافور بكان النف آوده وبيبشون يعني جارة أخيرة مثلا هوا سي جارش دو جارة دشون جارة سي هندي كافور دكان النف آوده وده او شيئا من كافور راوية بشكة نزانتن که پیامبر خود علیه الصلاة والسلام گفت کافورا آن شیئا من کافور لو ما هر دو وقت هستن وک امانه علمیه وجل بره بوما دیار بیتن وقتی پیامبر خود علیه الصلاة والسلام گفت کافوره کو بین خاشیه ها بین خاشیه گفت في بین خاشیه هنی بکنن نف آوه دو بشون بوما دیار بیتن کو اف آوه هنی هر بغیر خواب پاقش کتن مع العلم ما هنده بین خاشی کرا نافده يعني ما تشكر النافده بس چونكي افتشي هنه باقجه و افتشي هنه باقج آف نگوری ناوه آوه هری السر و او تشي ما گیری نافده پترنی نشوی آوه اجبر هنده جي اف آوه هنه هر ده غيري خواه باقج كتن بدليل في حديثة هنه بلا حتى فيري بيتن انجي في بابجي خلاص يعني شد بيجن ايه هاد شو قلت ايه قلتي المسألة الخامسة إبرة اف بوبه هنه دو باب قلتي ان شاء الله ده خلاص كان چونكي شميجة من اخوانته المسألة المستعمل في الطهارة او آوا ابکار اینایی ایکی بری تا دست نویجا پیششته درسته تخابي پاقش که یا نه الماء المستعمل في الطهارة بودی او آوا کار اینایی مروف بو پاقش کرنه بکار بینتن وكي كيش آوه كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل وكي آوه او ایک دست نویجه بشوش دست توی بکویتن ریوی بکویتن امانه که ده آن سر خواب بشوتن بکویتن تاسا که ده و طاهر یا پاقجه مطهر لغيره على الصحيح وتلسر قول الصحيح اف آوه هنجي تتشي دست نویجه ببشوی تتشي سر خاجي ببشوي يرفع الحدث بدست نویجه سر تراد كت ويزيل النجس وبيساتي اجي راد كت ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة وتهندي إيكش هرسي وصفت ونهض بتجهورين درسة تفاقشت كتن الرائحة والطعم واللون نبه نا طعم نا رنگ نهض يجهورين درسة دي خابي باقش كيو دست نویجه بشوي دبرا حالت برطانگاف دا انسان دشيتن آوا كاكيم جلك كس دست نویجه بشوي هندي چجه نهض بتجهورين ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه دليل بشيك وف أوه صاپاقشه بشم پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام وقت دست نوششت با وتیوال وانتات نزیک بیشتر کرد با سرا آوا دست نوشت پیغمبر عليه الصلاة والسلام هرکی بخد بر وقوتي ولأنه صلى الله عليه وسلم وجبركو پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام اش آوا دست نویجه خواب پیششته اب جابر داکر کنگی وقتی کوی نساخ ولو كان نجيسا اگر یا پیس با لم يجوز فعل ذلك افکاره هنه درست نبو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار پیغمبر خود علیه الصلاة والسلام و هوال توی و هر واسه هفجین توی دست نویجه خوششت ترارا دا اقداح ترارا که وقوتي والأتوار أتوار جمع تورة تور
آمانك آفتادات هاتا وخار ويغتسلون في الجفان وأوانا سرخت ششت الجفان دا جفان جمعا جفنة جفنة وكي تصطك مازنة سرخت وانا دا ششت ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل وأفتوصا تنشي خلاص ببا وهندك آفا مستعمل كبيتة هل هندك كبيتة وتتدا مينتن ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا وبيغنبال خده عليه الصلاة والسلام قلت أبو هريرة وأبو هريرة بجنابت بو قلت إن المؤمن لا ينجس بصرمان بسنابتا قلت وإذا كان كذلك بجب أجره صابتا فإن الماء هندك آفا لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له هندك آفا باقجيا خش دست نادت تنب هندك وجهز بيت لشيء عن كسك. المسألة السادسة قلت أسار الآدميين وبهيمة الأنعام شندف مروفا وي حيوانات السؤر سؤر تشتشتا قلت هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه أو چند أفات آمانت مينتن بشي ايك جيفا خوتن گلاسه که آوه هنده جیوه خورد دایی که نبرا شیندویتا نبخم يعني أبا هنده أمسح كان كان حكم الشريعة تدرشيا وتي فالآدمي طاهر مروف باقجة وسؤره طاهر شيندوي ويشي باقجة وجبت مينتن سواء كان مسلما أو كافرا چه بصرمان بيت أو كافر بيتن وكذلك الجنوب والحائط هراسا مروف بجنابات جنكات بين فجايادا شيندوي وانجي باقجة وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس يقول پیغمبر خدا يقول عليه الصلاة والسلام بصرمان بيسنا بيتن وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض عائشة رضي الله عنها دا أمانة كي آوه وخد ودبين وجهية جيدابو فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دا جوال جديدن فيضع فاه على موضع فيها پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دا دوخه دانیتا جه دوخه و دوخه بچیر آمانی ونایه دا شوید جهی پیغمبر خدا بخود علیه الصلاة والسلام وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها علماء همية تكون بيسر هنده كو بهيمة الأنعام هر حيواناتك هبيتن بهيمة الأنعام تتقوتن بو بازو جيلو حشتره بجا بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام أو حيوانات تقوشت وانات تخارن علماء هميت كو من سرندك وشينده وان جي باقش أما يعني جارة كده أمانا كده البردري حيوانات باسك هاد دفع خكرة دا أو شينده باقش بيسنا بيت أما ما لا يكل لحمه أما أو تشتي وكو قوشت وانات تخارن كالسباعي وكي حيوان الدرنده والحمر وكي كرا قوتي وغير وانجي فالصحيح يدرس أن سؤرها طاهر شيندافي وانجي باقش ولا يؤثر في الماء شيندافي وان كارتكرنت آفيناكت وبخاصة إذا كان الماء كثيرا طيبتي أجر آف جلي بيتن أما إذا كان الماء قليلا أما أجر آف كين بيت وتغير بسبب شربها منه وبسبب فخارنا في حيوانات قشتوينة أخارن آف هاتا قورين فإنه ينجس دي بيس بيتن ودليل ذلك دليل وشيء الحديث السابق أو حديث بوري وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يعني توي حديث دايهاتي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام پس يارويهاتي كرن درباره آودا وما ينوبه من الدواب والسباع وأوي آوهانه دوار ودرنده حيوانات الدرنده تين سر راسن فقال پیغمبر خدا گوتی عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اگر آف جهست دو قليا هنجي بيساتي نهد جديد وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بحث پشیک اکر اوه پشیک هانه هنده جش آمانه کی وخار بو گوتی إنها ليست بنجس گوتی او نیا پیسه إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات اف پشیک تنه الدور هوتين وچنو الزفرن ولأنه يشق التحرز منها في الغالب وجبر هندجي يا بيسنينا چونكي بارا بتر انسان نشد خب پارزيتن شنده
بارا بتر حيوانات ديتا سر آبا سر كانيا كي بيسناكتن. قلت فلو قلنا بنجاسة سؤرها أجر ما قد شين في بيسا ووجوب غسل الأشياء وواجبة تشت بهن ششتن أويكو وانا دافي خوكيرة تدا لكان في ذلك مشقة دا زحمتيد في شندن هن دهبت وهي مرفوعة عن هذه الأمة وزحمتيد سر في أمتها هاتي راكرن. أما سؤر الكلب أما شين دافي الصي فإنه نجس يبيسا وكذلك الخنزير هروصايي برازشي. أما الكلب دليل شيندفي صي تشيا فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. قلتي أجر آمان إيكش هوا صي دفي خاكرة دا بأزمان خاف جي معنوي جليزي ويكفت دا قلتي دي او تشت في آمان هنه پاقف کتن او بهتن هین 7 جارا بشون جارا کشوان جارا یا ایکی هین بآخب شون بوچ پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام جيد اجبر هنده چونكي آخا معقمة فيروسيد كجيتن. وأما الخنزير أما بوچ شنده في برازي بيسا فلنجاسته چونكي براز خوي بيسا وخبثه ويبيسا وقذارته يقريجية. قال تعالى رب العالمين قلت فإنه رجس هنديك أو يبيسا لو ما شنده في ويجي بيسا نا چه بیدن انسان جوا خود و آمان جي بيسا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.